مرحبا، شلونكم؟ سويت اليوم خبز الصاج بمكونات سهلة وبسيطة مكتوبة أسفل الفيديو. خليت هنا كوب ونص طحين، طبعا استعملت أقل مقدار، يعني تقدرون تضاعفون المكونات، وخليت شكر وملح وبيكنج باودر، وقلبت المواد وبديت أضيف المي الدافي تدريجيا وراح أبدي أعجن بيها. بهذه الخطوة تقدرون هم تضيفون زيت، بس أنا ضفته بالأخير. بديت هنا أعجن تقريبا، طولت 8 دقائق بهذه الخطوة إلى أن حصلت على عجينة مايلة لليونة بس ما تلزق. لازم تكون لينة على مود بالأخير ورا ما نسدوا خبز الصاج يطلع لنا طري ويبقى طري، يعني ما يبس. طبعا أفتها ساعة تختمر، وبعد الساعة بديت أشكلها كرات، وورا ما أشكلها كرات هم أنا أوفها تقريبا ربع ساعة. يلا أبدي أسوي الخبز. أنا اليوم استخدمت هذا التنور متوفر عندي، تقدرون تسووها بالطاوة. طبعا أنا سويت قطعتين بالطاوة وثلاث قطع سويتها على هذا الفرن التندور. من نسوي الخبز لازم من نخليه مثلا على الطاوة أو على هذا التنور، من خلينا رأسا نقلب، يعني باللحظة، يعني كل ساعة نقلب على مود تطلع لنا هاي الانتفاخات اللي دا تشوفوها. من تطلع معناتها عندنا العجينة ناجحة، والخبز النتيجة مالته بالأخير تكون مرضية وكلش طيب. تشوفون هذه الانتفاخات، هذه معناتها إنه العجينة عندي نجحت. طبعا تقدرون أي شيء تحشوا، تسووا تحشوا قص دجاج، قص لحم، جبن، أي شيء. ورا ما ستوته طبعا أغطيه بقطعة قماش على مود يظل طري، يعني لأنه إذا نعوفه على الهواء أكيد راح يبس. أنا هنا حشيته جبن وكرفس مثل ما تشوفون، وسويته وجبة ريوق. أتمنى أكيد عجبكم وتطبقوه. بس